يتفضل النائب المحترم دكتور فهد الخنة. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس، بالنسبة للمادة السابقة بما يتعلق والتي قبلها كذلك الأشياء المحظورة أو محظور نشرها في الصحافة، للأمانة كما هناك حرية هناك مسؤولية. الأخ الرئيس، تأخذ حريتك بدون رقابة مسبقة وحرية إصدار الصحف، حرية التعبير عن الرأي. يجب أن تتحمل مسؤولية هذه الحرية وحرية تعبيرك عن رأيك. إذا تجاوزت في هذا التعبير على الآخرين أو حرماتهم أو مقدساتهم يجب أن تتحمل، حتى لا تكون هذه الحرية سلاح مدمر بيد العابثين، أو تصفية الحسابات الشخصية أو الحسابات السياسية، أو التسلط من الصحافة على الخصوم أو المخالفين. فهذا أمر لابد منه، وخاصة وأهم ما ينبغي التنبيه عليه هو حماية مقدساتنا وحماية الذات الإلهية. الله سبحانه وتعالى هو القوي، لكن هذه نحمي أنفسنا عندما ندافع عن مقدساتنا ونكف ألسن السفهاء عن التعرض لله سبحانه وتعالى والأنبياء والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا حماية لأنفسنا، لأن ما في دولة ينتشر فيها التعرض لله سبحانه وتعالى وأصحاب النبي والأنبياء إلا سلط الله عليهم الجوع والخوف وتسلط الظالمين عليهم، كما هو مشاهد في هذه ومجرب من أخرى. الأخ الرئيس، كذلك حرية الناس وحرماتهم وأعراضهم وسمعتهم وخصوصياتهم ضرورية، لأن الإنسان في مقابل الصحيفة يكون ضعيف. الإنسان في مقابل الصحيفة يكون ضعيف، وإذا أرادت صحيفة أن تتسلط على إنسان أو تستغل هذه الحرية لتحطيمه أو تشويه سمعته، هذولا متفرغين. صحافي متفرغ، وهذا الإنسان مو متفرغ يرد عليهم، رجل بأعماله بأشغاله بحياته، فيقتحمون عليه حياته الشخصية أو حرماته وعرضه أو سمعته، وبدل أن ينشغل في أمره ينشغل في الرد على هذه الاتهامات إذا كانت على غير دليل. فينبغي حماية الناس، مثل ما أعطينا الصحافة الحرية نعطي الناس حماية من أن يتعسف إنسان بهذه الحرية، أو يضر بحرية الآخرين وسمعتهم، أو يضر بمصلحة البلد وإثارة الفتن بين أبناء المجتمع الكويتي. شكرا لك الرئيس.